اكمش ايد حدا من الجمهور يغيب عن الوعي. خدني لقصة أول حفلة. علما أنت كنت رافض بالبداية تعمل حفلات كتير. صح. أول شيء ليه كنت رافض تعمل حفلات؟ أنا بحترم مهنتي وما كنت جاهز إني أوقف على المسرح، وشفت الحالات كانت مو جاهزة على المسرح وحرام انكسرت بس لأنه استعجلت للمسرح. والمسرح له مكانته واحترامه، والجمهور يلي قاطع مسافات وقاطع يعني بده يجي يحضرك، بده يستمتع باللحظة. فأنا أخذت وقتي الكامل لأطلع أنجح وخليهم يستمتعوا. هذه اللحظة المفصلية كانت بحياتك. صح. برجع مثل ما أنت قلت طريقين، يا بدي أنجح يا أما راحت علي. كثير سيء بيكون الوضع، لأنه الحد الأدنى لحياتك منخفض جدا. أي. على كل الأحوال طلعت على الحفلة، طالع أغني، سكر مسرح كله عالم، مش عم شوف آخره. راسي عم بيقول هدول لبنانية جايين يحضروك، هدول سوريين جايين يحضروك، يمكن في كمان سياح عرب جايين يحضروك. هي حفلة كبيرة وانت الشامي تبع تركيا. والله العظيم اي والله. قربت لعند الجمهور مستمع، مبسوط فيه، مستمتع. اكمش ايد حدا من الجمهور يغيب عن الوعي. قرب عند حدا تاني من الجمهور تتكرر الحالة، يتقل نفس الشخص. صار في ضباب عيوني، ما بقى شفت من وهرة المكان. أنا ليه بيحبوني يا لاد؟ ما أنت كمان ما عندك استحقاق لذاتك. شو صار؟ خلصت الحفلة، كان فريق عملي قاعد، دارة أعمالي قاعدة برا. طلعت من الحفلة ما حكيت ولا حرف. شفت أول حضن، أول حدا كان موجود من فريق إدارة أعمالي، عبطوا عتبكي. يا الله. طفوا الضوء علي وبقيت عم ببكي شي نص ساعة. ما بعرف، حزين لأنه قديش كان هذا الحب حلو، يا ريتني أخده من زمان. حزين لأنه ما عم صدق إنه في ناس بتحبني هالقد. حزين لأني ما بعرف ليش بحبوني، وبتصير بتخاف من بعدها لأنه صار في عندك شي تخسره. كل حياتك ما عندك شي تخسره. وتقلت الصخرة. وتقلت الصخرة.